في دبي، يتسلل عاملان سريان إلى أحد المباني. يتابع مدربهم نيد كل شيء على الكاميرات ويقلق عندما يكتشف أن عدوه ليام يدخل المرآب مع مجموعة. طلب نيجل من العملاء أن يغادروا المكان لأنه خطر، لكنهم استمروا في التقدم حتى وجدوا بابا يفتحونه بسهولة ويدخلون إلى مكتب، حيث يقومون بتعطيل قفل آخر للوصول إلى الخادم. وبينما يبدأ أحد العملاء في تنزيل البيانات، يرى العميل الآخر الجنود يقتحمون المكتب ويطلقون يترتب على ذلك تبادل لإطلاق النار، ولكن العميل لا يستطيع التعامل مع هذا العدد الكبير من الرجال بمفرده. وعلى الرغم من استمراره في القتال، إلا أن الجنود سرعان ما يحاصرونه ويطلقون النار عليه. وقبل أن ينتهي التحميل، يطلق الجنود النار على العميل الآخر أيضا، ويعتذر ليام من نيجل بسخرية قبل أن يفصل كل شيء. يعيش جاك المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حياة هادئة. أثناء ركضه الصباحي، لاحظ وجود سيارة تلاحقه، فركض مسرعا إلى الحديقة في محاولة. لا تزال السيارة تتبعه وتسد الشارع. وهكذا يدخل جاك إلى المطعم ويتسلل عبر المطبخ ليهرب من الباب الخلفي. ومع ذلك، فإن السيارة في انتظاره. بعد ذلك، يدخل جاك إلى متجر لبيع الكتب، وعندما يخرج من الباب الآخر، تعترضه سيارتان. يركب جاك السيارة ويستقبله رئيسه القديم، جيمس، الذي يشغل الآن منصب نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. في الحديقة، يؤكد جيمس لجاك أنه ليس هنا لمحاولة استعادة، إنه يريد فقط أن يذهب جاك إلى دبي ويستعيد معلومات نيجل. وفي تلك اللحظة، ينضم إليهما في تلك اللحظة عميل وكالة الاستخبارات المركزية ميت الذي سيكون الحارس. ثم غادر جيمس، ولم يسمح لجاك بالرفض. عندما يصل الثنائي إلى دبي، يكشف مايك أنه لا يعرف ما هي المعلومات التي من المفترض أن قبل هذه الوظيفة فقط لأنه يحتاج إلى المال. فقد كل شيء بعد أن أوقعه جاك في ورطة خلال مهمة. بعد أن يرتدي جاك سماعة الأذن، يستقل قارب الحفلات ويبحث عن وسيطة. وفجأة، يحمل نيجل سكينا على ظهر جاك، معتقدا أن هذا فخ لأنه كان من المفترض أن يلتقي. بينما يحاول جاك أن يشرح أن جيمس أرسله، يرى مايك أيما الغامضة في المنطقة ويحاول تحذير جاك، لكن جهاز تشويش على الإشارة يحجب الاتصالات. يلاحظ نيجل سماعة أذن جاك عندما تصدر صوت الصراخ، فيفترض أنه العدو ويهرب. وعندما يتبعه جاك إلى الطابق العلوي، يصوب نيجل السكين نحوه مرة أخرى. يقول جاك إنه هنا للمساعدة، لكن نيجل يضحك وهو يشرح أن جيمس هو من يحتاج إلى المساعدة. تحدق أيمن في القارب. يحاول مايك الاقتراب منها، لكنها تراه وتركض حتى تجد بقعة تستطيع. نجح نيجل في الهبوط على متن القارب، وأخبر جاك أن جيمس خائف ووضع علبة سجائر في يده. في تلك اللحظة، يظهر أحد المرتزقة خلف نيجل ويقطع رقبته قبل أن يختفي بسرعة. وبينما يسقط نيجل ميتا، تظهر أيمن أيضا وتصوب مسدسها نحو جاك الذي يتسلق السور للهروب. يهرب المرتزق على متن قارب صغير، فيهبط جاك عليه ويهاجمه الرجل على الفور. بعد أن يتفادى جاك الهجمات، يبدأ المرتزق بالقيادة بسرعة أكبر في محاولة لإبعاده. ومع ذلك، سرعان ما يتعافى جاك ويبدأ في قتال الرجل بينما يسرق مايك قاربا ليقطعه. يلاحظ جاك أنهم على وشك الاصطدام بسفينة أخرى، لذا يحاول الوصول إلى أجهزة التحكم. يمسكه العدو من رقبته ويبدأ في خنقه، ولكن جاك لا يزال قادرا على إدارة العجلة وتجنب السفينة. وفي اللحظة الأخيرة، ينتهي الأمر بالقارب بالاصطدام بحاجز الرصيف البحري مما يتسبب في سقوط الرجلين. ينتهز جاك الفرصة للتصدي للعدو ويضربه عدة لكمات قبل أن يضع ربطة عنقه حول رقبة الرجل لاستجوابه. وفجأة، يموت المرتزق من طلقة في الرأس من ليام الذي يختبئ في مبنى قريب. وعندما يصل مايك إلى جاك أخيرا، تصل أيمن إلى جاك الذي يمسك في تلك اللحظة، تصل الشرطة إلى الجسر، لكن أيما تجعل مايك يأخذهم بعيدا على متن القارب. في الصباح، استلم جيمس طردا غامضا يحتوي على ملف اسمه ثم يتلقى مكالمة من ليام الذي من المفترض ألا يكون لديه رقم مكتبه. يريد ليام ما أعطاه نيجل لجاك ويخبر جيمس أن يسترده وإلا سيموت. في منزل آمن، تبدأ أيمن بالحديث عن ماضي جاك ومايك لتستعرض مقدار المعلومات التي لديها. وتوضح أيضا أن جاك هو المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل. ثم تسحب الصورة لجيمس وتذكر أنه قتل أحد الأسود دفاعا عن النفس. تم تخفيض رتبته. كان جاك يعرف هذه القصة بالفعل. ومع ذلك، تقول أيمن إنها كذبة والحقيقة أكثر. تسحب صورة أخرى تظهر العميل الميت الذي لا يعاني من أي جروح. يبدو أنه مات من التعذيب. ويرفض جاك تصديق أن جيمس قد يعذب أي شخص، لذا توضح أيمن أن جيمس هو من قام بتدريب الأشخاص الذين قاموا بذلك. بعد أحداث 11 من سبتمبر، تم اختيار جيمس ونيجل لإنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوكالات. لم يكن لديهم أي قواعد لأن الحكومة كانت تتصرف بدافع الغضب، فقتلوا آلاف الأشخاص. في الأيام الأولى للحرب، عندما بدأت دول الأخرى في الرد، اضطر جيمس إلى تحمل مسؤولية برنامج كامل، بما في ذلك إخفاء أسماء جنود ستارلينج مثل ليام. تدعي أيمن أن نيجل لم يكن لدى نيجل ما يعطيه الليلة الماضية. لقد كذب لمقابلة جيمس. تكشف أنها عميلة لجهاز المخابرات البريطانية وتعلن أن جاك يعمل الآن لصالحها. بعد أن يتصل جاك بجيمس ليطلعه على آخر المستجدات، تصطحبه أيمن مع مايك إلى إنجلترا، حيث يلتقيان ينقسمون في سيارات مختلفة من أجل الخصوصية، ويوبخ أندرو أيمن لذهابها إلى دبي دون إذن منه.
وتوضح أيما أنها كانت قلقة بشأن نيجل الذي كان عميلا في وكالتها. يشير أندرو إلى أن لديهم الآن حادثة دولية بين أيديهم، لكن أيما تستنتج أن القاتل لديهم بالفعل وإلا كانوا قد اعتقلوها قريبا. يصل جيمس أيضا إلى مقر الخدمة السرية. يعتذر لجاك الغاضب من كل الأشياء التي كان يخفيها عنه صديقه. أطلعه جيمس على ملف سترلينج الذي تلقاه في البريد، والذي يحتوي على صور العاملين اللذين قتلا في مهمة نيجل الفاشلة. يشعر جاك بالرعب لأنه يتعرف على أحدهما من أيامه في وكالة المخابرات المركزية، ويوضح جيمس أن الرجل الآخر من جهاز المخابرات البريطانية. قبل عامين تم تجنيد هذين العاملين من قبل ليام الذي أراد إعادة فتح مشروع سترلينج، ومع ذلك بعد مرور عام أدركوا مدى رعب سترلينج وتواصلوا مع نيجل للمساعدة. كان نيجل يعلم أنه لا يستطيع إيقاف ليام، لذلك ظل يراقبه وأخبر جيمس بالموقف. لسوء الحظ اكتشف ليام الأمر، لكن جيمس لم يكن لديه أي فكرة وأرسل جاك إلى الاجتماع على أي حال. لا يزال جاك غاضبا لإجباره على القيام بشيء خطير للغاية ويصرخ في وجه جيمس الذي سرعان ما يرد إنه يعتقد أن جاك لديه موقف أكثر قداسة منك، لكنه فعل أشياء سيئة لوكالة الاستخبارات المركزية أيضا. يسمى جيمس ستيرلين الحس السليم لأن كل أروت لم يسمح للوكالة بالقبض على الإرهابيين في يتجادلان لفترة من الوقت، ويستنتج جاك أن جيمس وليام لا يختلفان عن بعضهما البعض. بعد ذلك يحضرون اجتماعا مع جهاز الخدمة السرية ويخبرهم جاك أن نيجل لم يكشف أندرو أنه تم العثور على محرك أقراص فلاش في قاتل نيج، والذي تضرر للأسف بسبب المياه. لم يتمكنوا من استعادة سوى عدد قليل من الملفات، مثل صور المراقبة لسلسلة جبال كاراكورام التي تتداخل مع باكستان والصين. هناك أيضا صور مراقبة للندن، بالإضافة إلى مخططات مشفرة وكشوف حسابات بنكية. كانت آخر عملية سحب قبل 4 أيام من ماكينة صراف آلي في وسط يعرف جيمس كل هذا باسم الجت، وهي عملية أغلقها منذ 20 عاما. لقد كانت مؤامرة نظمتها جماعة بيعمة، وهي جماعة عسكرية متطرفة اخترقتها تحت قيادة كانت خطتهم هي تفجير جسر البرج. يعتقد جيمس أن عليهم إغلاق الجسر. لا يعتقد أندرو أن هناك أدلة كافية حتى الآن. ويصر جيمس اليائس على أن نيجل اتصل به لأنه كان يعلم أنه سيتعرف، ومن الواضح أن ليام قد أحيا سترلينج. يفزع أندرو لأن ليام بطل قومي وقد حصل على وسام الصليب، ليس لديه خيار سوى إرسال رجاله لإغلاق الجسر. بعد الاجتماع يتصل جيمس بمديرة وكالة الاستخبارات المركزية إليزابيث ويخبرها. والتقى ليام ونيجل في كراوتشي، حيث قام بأسر بعض رجال بيعمة وتعذيبهم حتى علموا بخطتهم لضرب لندن. قادت هذه المعلومات الفريق إلى أغنى أحياء كراوتشي، حيث اقتحموا أحد المنازل الفاخرة وقتلوا كل من كان فيه. تمكن ليام من القبض على رجل واحد من الجيش الباكستاني على قيد الحياة، والذي اتضح أنه نائب رئيس أركان الجيش الباكستاني. استجوبه جيمس وعلم بوجود مخبأ آمن في أولغاريت، مما سمح لهم بإيقاف التفجير قبل 3 ساعات من موعده المقرر. أصيب المخبر بنوبة قلبية أثناء الاستجواب، وتحمل جيمس المسؤولية. في ذلك اليوم تم إغلاق سترلينج رسميا، لكن نيجل اكتشف أن ليام استمر في بعد أحداث 11 من سبتمبر. فقد ليام إيمانه بالسياسة والدبلوماسية، ويعتقد الآن أن قتل هؤلاء الوحوش هو السبيل الوحيد لإيقافهم. إنه يشعر بالخيانة ويبعث برسالة إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ليعلمهم أنه سيقوم. وفي نهاية المطاف تصل إليزابيث إلى مقر جهاز الخدمة السرية وتدافع عن جيمس، مستخدمة الدبلوماسية لتلطيف العلاقة بين وكالتيهما. في وقت لاحق كان جاك وأيان في شاحنة صغيرة يتفقدان مخبأ، ويراقب مايك أيضا من أحد المطاعم ويلاحظ وجود رجل مشبوه في المنطقة، فيبدأ بملاحقته. ولسوء الحظ يرى الرجل مايك ويبدأ بالركض، لكن مايك سريع بما يكفي للحاق به وعرقلته في منتصف الشارع. وفي هذه الأثناء يقتحم جاك وأيمن ومجموعة من العملاء المخبأ. وجدوا كمية مقلقة من الأسلحة والبنادق في مخططات جسر. يتم استجواب السجين مايك، لكنه يصر على أنه مجرد ساعي تم الدفع له مقابل استلام طرد فقط. يتصل جاك وأيما برؤسائهما لإطلاعهم على آخر المستجدات، ويعتقد كلاهما أن هذا الأمر وبينما هم يناقشون التفاصيل يدرك جاك أن هذا كان مجرد إلهاء لإبعاد الفريق عن جيمس، مما يجعله عرضة للخطر. في تلك اللحظة تركب إليزابيث سيارتهم التي تنفجر على الفور، وتوقع جيمس يفقد جاك الاتصال به، فيعود هو ومايك وأيمن مسرعين إلى الشاحنة ويتوجهون إلى المقر الرئيسي. عندما يستيقظ جيمس يكتشف أن إليزابيث والعديد من العملاء قتلوا في مكان ليام في سيارة ويلوح له قبل أن يغادر. يركب جيمس الغاضب سيارة بدون أي حراس ويبدأ في مطاردة ليام عبر لندن. وبينما يتسابقون في أنحاء المدينة تصل الأخبار إلى أيما التي تجعل جاك يستدير بالشاحنة لينضم إلى المطاردة. وبمجرد أن يجد جيمس ثغرة يفتح النار من خلال النافذة، لكن الطلقة لا تكسر سوى وسرعان ما يظهر رجال ليام في سيارة أخرى ويطلقون النار على جيمس الذي تحميه السيارة المضادة للرصاص. ومع ذلك لا يزال يفقد السيطرة ويضطر الناس للقفز. وعندما يعبر نفقا تظهر الشرطة أيضا ويضطر جيمس إلى الانعطاف المفاجئ لتجنبهم.
وفي الوقت نفسه تدخل شاحنة جاك أيضا إلى نفق، لكنه يقود عكس حركة المرور ويضطر إلى مراوغة العديد من السيارات. وفي مكان قريب يتمكن جيمس من تجنب رجال الشرطة ويرى ليام الذي يسلك طريقا ضيقا جدا. يستمر الناس في القفز من طريقهم ويضطرون إلى مراوغة العديد من السيارات مع استمرار. عندما يصلون إلى الجدة الرئيسية ينتهي الأمر بليام بالاصطدام بالسيارة المدنية، فيخرج من السيارة ويبتعد بهدوء. يترك جيمس أيضا سيارته ويطلق النار في الهواء، مما يسبب الذعر. لا ينظر إليه ليام إلا باستمتاع قبل أن يصل رجاله ويطلقون عليه النار، مما يتيح له الوقت للهرب. يختبئ جيمس خلف سيارة ويطلق النار من حين لآخر، ولكن سرعان ما ينفذ. ولحسن الحظ تصل الشاحنة ويطلق الثلاثي النار على جميع رجال ليام في دقائق معدودة. عند سماع الشرطة تقترب تنقذ المجموعة جيمس وتهرب. وفي وقت لاحق تستعيد مجموعة من الجنود جثة إليزابيث لإعادتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في مخبأ عسكري محصن يناقش الفريق أحدث المعلومات. الرجال الذين أطلقوا النار عليهم أثناء المطاردة لم يكونوا من المسنين، كانوا في الواقع ينتمون إلى مجموعة شبه عسكرية روسية تدعى تم تشكيلها في الثمانينيات، لكن شركة ستارلينك قضت عليها في منتصف العقد الأول من القرن ال21. يبدو أن ليام يجمع أشخاصا من جميع الجماعات الإرهابية التي أغلقها ستارلينك لإثبات أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون يشكلون خطرا. يكشف جيمس أنه أرسل نيجل إلى دبي للتسلل إلى عملية ليام وجمع معلومات كافية لوكالة الاستخبارات المركزية للإطاحة به. أدرك جاك أن ليام غادر مسرح الجريمة دون أن يقتل جيمس لأن موت إليزابيث غير المخطط له. والآن بما أن جيمس هو مدير وكالة الاستخبارات المركزية، فقد يوافق على إطلاق سراح ليام للتغطية على تورطه في قضية. ينكر جيمس ذلك قائلا إنه يريد قتل ليام. يقاطعه معقيد لأن رجل التوصيل وصل ومعه طلبية طعام لجيمس، مما يعني أن ليام يعرف مكانهم. يؤكد أحد الجنود أن الحقيبة آمنة فيحضرها إلى الداخل، ويلاحظ جيمس رسالة تقول أنك لست أول تاجر أمريكي، وهذا يجعله يدرك أين يختبئ ليام. بعد لحظات يجد جيمس ليام خارج المعرض الوطني بينما يختبئ فريقه بين السلاح. يستمر ليام فيتعنيف جيمس الذي يغضب إلى حد ما ويكاد يهاجمه. يتحرك الفريق لمساعدته، لكن ليام يعلم بوجودهم هناك ويطلب منهم. يطيعون لأنهم لاحظوا نقطة حمراء على ملابس جيمس تشير إلى وجود قناص في المنطقة. يريد ليام من جيمس أن يسمح له جيمس بالاستمرار في العمل مع ستارلينك الجديد ويطلب مساعدته. لا يعرف جيمس ما الذي يتحدث عنه، لذلك يقترب جاك منهم ويقول إنه ترك غرض نيجل الغامض في دبي. يخبره ليام أن يستردها ويعده بالاتصال بهم لاحقا. عندما تعود المجموعة إلى المخبأ يخبرهم جاك أنه لا يملك شيئا وأنه كذب فقط لكسب بعض الوقت. يعطي أيما علبة السجائر ويقول إنه فحصها بالفعل، لكنه لم يجد شيئا. ويفترض أنه بما أن جيمس اعتقد أن نيجل اتصل به جيمس ليعطيه شيئا، فمن المحتمل أن ليام اعتقد نفس الشيء، لذا أعطى جاك شيئا عشوائيا لخداع ليام بما أنه كان يراقبه. من المحتمل أن نيجل لم يثق في الوكالات ولا بد أنه ترك الشيء الحقيقي في مكان آخر. في تلك الليلة تصطحب أيما جاك إلى حانة وتتحدث إلى المالك للحصول على مفاتيح شقة نيجل، كاشفة أنها فتشوا المكان وعثروا على جهاز كمبيوتر قديم جدا والذي فضله نيجل لأنه لا يمكن اختراقه. لم تتمكن أيما من العثور على أي شيء مثير للاهتمام، ولكن جاك يتولى الأمر ويستخدم مهاراته التحليلية ليكتشف أن نيجل كان يراقب البث المباشر. يتصل بفني وكالة الاستخبارات المركزية باتريك ويطلب منه تعقب نقطة انطلاق. بينما تنظر أيما من حولها تجد صورة لنيجل وهي ترتدي زي مادونا في عيد الهالوين وتلقي نكتة. وهذا ما جعل جاك يتذكر أن ليام أطلق على أيما اسم الطموح الأشقر، وهو اسم هذا يعني أن ليام كان في هذه الشقة الشخص الوحيد الذي كان يعرف عن هذا المكان إلى جانب أيما هو لذا فقط كان هو الجاسوس في الوكالة طوال الوقت. اتصلت أيما بأندرو وأخبرته أنهم فتشوا الشقة ولكنهم لم يجدوا شيئا، وفي نفس الوقت يتصل جاك بجيمس ويخبره أن مهمة دبي كانت تتعلق بنقل جميع معلومات ستارلينك إلى وكالة الاستخبارات المركزية، ولكن ليام قرر الآن خطة جاك هي إنهاء ما بدأه نيجل. في صباح اليوم التالي يتصل رجل يراقب المخبأ بليام ليخبره أن جيمس وميك سيغادران، لكن جاك لم يخبر ليام الرجل أن يتبع جيمس. في هذه الأثناء تصل أيما وجاك إلى المطار ويراهم ليام لأن لديه كاميرات في وسرعان ما ينضم إليهم ميك على متن الطائرة، وتتصل أيما بأندرو لتخبره أنها اتصلت بالمخابرات العربية لتلتقي بفريقهم. يتصل أندرو على الفور بليام لتمرير هذه المعلومة، وبينما يقرر ليام الذهاب إلى دبي أيضا يعود جيمس إلى الولايات المتحدة. وفي دبي يقوم جندي عربي كان صديقا لنيجل بتوصيلهما إلى دبي. يتصل جاك بباتريك الذي يخبره أن الإرسال يأتي من ناطحة سحاب تعرف باسم مرسى دبي. ويوضح الجندي أن دبي لا يوجد بها الكثير من الجرائم لأن لديها مراقبة دقيقة عبر الأقمار الصناعية تراقب المدينة على مدار الساعة، وهذا القمر الصناعي هو بالضبط ما يستخدمه ليام لتعقبهم. والآن في مرسى دبي يتلقى الرجال الذين يراقبون الخادم مكالمة تحذيرية، وسرعان ما تدخل أيما وجاك وميك إلى المبنى بينما يرشدهم باتريك من خلال سماعة أذن. في الطابق العلوي يعثر جاك وأيما على رجال ليام ويحدث تبادل لإطلاق بعد أن تدمر الرصاصات طائشة عدة قطع من الأثاث، يتمكن الثنائي من قتل جميع أعدائهم.
سقط جسم على الأرضية الزجاجية مما تسبب في تحطمها. تحاول أيام الهرب، ولكن ينتهي بها الأمر بالسقوط في الحفرة الناتجة. ولحسن الحظ أمسك جاك يدها في الوقت المناسب وأعادها إلى الداخل. وفي الوقت نفسه دخل مايك غرفة مختلفة بها مرتزقة أيضا. يتصرف بسرعة ويقتلهم جميعا في ثوان معدودة. عندما يوشك رجل مختبئ على مهاجمة أصدقائه يطلق مايك النار عليه من الخلف. في تلك اللحظة وصل ليام وفريقه أيضا إلى المبنى. يواصل الثلاثي التحرك إلى الأعلى ويقتلون أي حارس يصادفونه في طريقهم. ينفصل مايك عن المجموعة مرة أخرى ليراقب في الخارج، بينما يواصل جاك وأيام التقدم مستخدمين مطفأة الحريق لخلق ضباب يسمح لهم بمفاجأة الحراس المتبقين. وعندما وصلوا أخيرا إلى المكتب الرئيسي كان هناك قفل خاص على الباب. تحل أيام هذه المشكلة ببساطة عن طريق إطلاق النار على الحائط لإنشاء، ثم تقوم بوضع عبوة ناسفة على باب معدني لتفجيره والعثور على الخادم. يقوم باتريك بتوجيه جاك لتوصيل جهازه اللوحي ويبدأ في نقل جميع تتأكد خيانة أندرو عندما يظهر اسمه في القائمة. في تلك اللحظة يدخل ليام ورجاله إلى المكتب، وهكذا تبدأ معركة جديدة بالأسلحة النارية. يتصل جاك بجهة اتصاله الأخرى كاشفا أن جيمس لم يذهب بالفعل إلى الولايات المتحدة وهو في طريقه وفي الوقت نفسه السحاب. كان مايك على السطح يتحكم في رافعة. يتبادل الفريقان عدة رصاصات لكن لا أحد يستسلم. ألقى ليام قنبلة يدوية أطاحت بجاك وأيمن أرضا وتركت الخادم دون حراسة. تتحرك أيمن بالقرب من إحدى النوافذ لتطلق النار على أحد المرتزقة الذي يرد عليها. وبعد بعض الصراع تتمكن أيمن من إطلاق النار عليه مرة أخرى فيقوم الرجل بإسقاطها. وبينما يعلن باتريك أن جميع المعلومات قد تم تحميلها يحرك مايك الرافعة ويرمي صندوقا على النافذة مما أدى إلى سقوط المرتزق أرضا. تنتهز أيمن الفرصة لتطلق النار على رأس الرجل. بعد ذلك يستمر جاك وأيمن في إطلاق النار على ليام مما يسمح لأحد المرتزقة بالتسلل خلفهما ويقتل جاك الرجل بسرعة قبل أن يخفي أيمن النازفة خلف الصندوق. ثم يخرج جاك ويعطي ليام جهازه اللوحي مدعيا أنه يحتوي على جميع وفجأة تظهر طائرة هليكوبتر عند النافذة فيسقط جاك على الأرض قبل أن يفتح رجال جيمس النار ويصيب ليام بعدة رصاصات. لسوء الحظ لا يزال على قيد الحياة، لذا أطلق جاك النار على رأسه. في الصباح يتم القبض على أندرو. نجت أيمن من الشجار ووعدت جاك بالعمل معا مرة أخرى في المستقبل. وفي وقت لاحق يعود جاك إلى وكالة الاستخبارات المركزية كنائب لجيمس.